النهارده باذن الله الواحد احد هنناقش 10 نقاط مهمه جدا 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 ليك، هتسهل عليك قوي الدراسه هنا في المانيا. الحاجات اللي انا هقولها النهارده ديت لو انت مهتم بالدراسه في المانيا او انت بتدرس في المانيا هتفيدك قوي. في حاجات ان شاء الله من اللي انا هقولها النهارده ديت ممكن تكون انت ما خدتش فكره عنها قبل كده. كمل معايا الفيديو الاخر وانا متاكد انك هتستفاد باذن الله. يلا بينا. هنبتدي بأول نقطة دي. أنت لازم تعرف إن الماستر بتاعك أصلا هو نظامه إيه؟ إيه نظام الماجستير نفسه؟ النظام دوت ساعات ولا محاولات؟ أنا بتكلم هنا عن الماجستير وبتكلم عن أي برنامج دراسي، لازم تعرف هو نظامه إيه بالظبط؟ ساعات كريدت بوينتس ولا محاولات. والفرق بين النظامين أنا أوريدي بينته في 3 4 5 فيديوهات قبل كده، بس بشكل بسيط يعني. نظام الساعات في عدد ساعات معينة لازم انت تعديها كل ترم، بس وقت الامتحانات بيبقى عدد المحاولات انك تخش الامتحان غير محدودة. نظام المحاولات ما بيبقاش فيه اي ليميت في الترم، يعني ما فيش عدد معين من الساعات لازم تعملها، بس في وقت الامتحان في 3 محاولات بس. فهو ده الفرق البسيط ما بين النظامين. فلازم عشان تعرف انك انت ازاي تهندل الدراسة اصلا، تعرف ازاي لود الدراسة يبقى ايه ولود الشغل لو انت هتشتغل قد ايه، يبقى لازم تعرف ايه المطلوب منك في الدراسة. فاللي مطلوب منك انك انت يا اما هتبقى نظام ساعات او نظام محاولات. بالتالي ده هيساعدك في انك انت تشوف الترم ده ناخد مادة ولا ناخد مادتين ولا ناخد 3 مواد ولا ناخد 4 مواد ولا ناخد 5 مواد ولا اخد 7 ولا ناخد 10. كل واحد ليه قدرته وكل واحد هو يحدد عايز ايه بالظبط. فده هتساعدك بشكل كبير جدا في فهم ازاي تنظم كل ترم الدراسة بتاعتك من اولها كده. ده الاساس. اول حاجه تفكر فيها انك انت تسال الموضوع دوت. بيبقى في اول اسبوع في الجامعه بيعملوا زي في اسبوع كده تقديمي او تعريفي بالماجستير او بالبرنامج الدراسي. اكيد المعلومه دي هتبقى موجوده في الاسبوع، فانتبه قوي. ولو انت ما فهمتش قوي النظام بتاعك روح للكوردينيتور او المسؤول عن البرنامج، ابعت له ايميل وهو هيفهمك الموضوع وهيقول لك انت المفروض تعمل كذا او المفروض ما تعملش كذا. هو هيفهمك جدا نظام الماجستير او نظام البرنامج الدراسي. دي اول نقطه. تاني حاجه لازم تعرفها عن الدراسه بتاعتك تقسيمه الدراسه نفسها. ايه المواد المطلوبه او الاجباريه اللي انت لازم تاخدها؟ ايه المواد الاختياريه اللي انت ممكن تختار ما بينهم؟ لو في براكتيكوم او تدريب تاخده جوه الجامعه ولا تاخده بره الجامعه؟ لو في مثلا مشروع، المشروع ده لازم تعمله مثلا جوه الجامعه لمده سنه، ايه نظامه؟ طب الماستر ثيسيس هعملها فين؟ جوه الجامعة ولا بره الجامعة؟ ايه تقسيمة البرنامج الدراسة بتاعتي؟ ايه اللي المفروض انا اعديه عشان اسمي كده انا حاصل على بكالوريوس، انا حاصل على ماجستير؟ تفهم بالظبط المواد الإجبارية اللي لازم تعدي فيها ايه، المواد الاختيارية اللي ممكن تختار منها، المواد اللي ممكن تختار منهم من بره الجامعة، يعني سوري من بره القسم بتاعك. في مثلا جزء من البرنامج الدراسي بشتغل من ران، يعني مش شرط تاخد مادة من جوه القسم، ممكن تاخد مادة من حتة تانية. فحاول تشوف بالظبط التقسيمة ازاي، عشان ده هيبين لك انا الترم دوت ممكن اخد المادة دي، ممكن اقدم المادة دي الترم اللي بعديه، المادة دي صعبة ممكن اسيبها مثلا في وقت تاني، المادة دي سهلة ممكن اخدها. تفهم بالظبط ساعتها انت عايز ايه. نصيحة مني مهمة، المواد الاساسية بتاعت اي برنامج دراسي بيبقى عاملينها عشان الانسان يثبت حاله في البرنامج الدراسي ده. حاول في الاول انك تخلصها عشان تفهم ايه بعد كده المواد التخصصية اللي تتفرع بقى وتفهم بالظبط تتخصص فين. امور كده اعتقد في النقطة دي واضحة يعني، صح؟ يعني تالت نقطة هنتكلم عليها النهاردة بإذن الله هو تسجيل المواد، مش للامتحان، تسجيل المواد عشان تحضرها في الجامعة. كل جامعة في ألمانيا بيبقى ليها سيستم أونلاين. السيستم أونلاين ده أنت كطالب ممكن يبقى ليك لوجن أي دي وباسورد. يعني واحد ممكن يسجل على الجامعة، تخش بورتال بتاع الجامعة باختلاف الأسامي. في بورتال للجامعة بتخش عليه بتتابع المحاضرات عليه، بتتابع السكيدول بتاع المحاضرات، بتتابع مثلا آخر مثلا مستندات بتنزل، سواء مثلا PDF سلايدز بتنزل، ماتيريال بتاعت المحاضرة، ماتيريال بتاعت الريفرنس اللي المفروض تبحث فيه. كل ده بيبقى موجود على موقع الجامعة. وفي برضه كوميونتي بتاع الطلبة ممكن تقعد تكتب فيه وناس ترد عليك. ممكن مثلا يبقى فيه شوية عروض شغل ممكن تبحث على موقع الجامعة فيها. فكل جامعة ليها بورتال، اعرف ازاي تسجل فيه، لان هي اول لما تسجل في الجامعة وبينزل لك رقم الماتريكاسيون اي دي، يعني رقم اشتغلت اي دي، يعني رقم في الجامعة انك انت خلاص طالب مسجل في الجامعة. ساعتها انت من حقك انك تسجل في الجامعة ويبقى ليك اكونت على موقع البورتال اللي تتابع فيه كل المواد اللي بتسجلها. شوف كل المواد اللي عايز تاخدها في الترم دوت، حتى لو مواد مش هتمتحن فيها، عايز بس تروح تحضر كده جس نبض عنها، عايز تشوفها مثلا عبارة عن ايه، سجل فيها على موقع البورتال بتاع الجامعة واعرف مواعيدها امتى، اعمل سكيدول لنفسك روح فيه وظبط حالك.
فدي أول حاجة هتنظم لك الدنيا في الأول. رابع نقطة معانا الخدمات الطلابية. يعني في نت في الجامعة بيبقى سريع جدا، فشوف ازاي من على الاي تي ديبارتمنت بتاع الجامعة تاخد اي دي وباسورد تخش بيه على النت. في بتبقى مكتبة بتاعة الطلاب بتاعة الجامعة دي موجودة مثلا في كذا حتة في المدينة، ممكن تروح تشوف المكتبة اللي قريبة من بيتك، وانت كطالب من حقك انك انت تخش وتقعد فيها وتذاكر، مفيش مشكلة. في منسى او مطعم الجامعة ده برضه فيه اسعار وجبات لذيذة قوي مرخصة للطلبة، الدنيا لذيذة ممكن تقعد فيها وتاكل وتنبسط. فدي تشوف هي مكانها فين، ايه نظامها، مين المطعم الأحسن من التاني، مين اللي بيطبخ أحسن. يعني زي ما قلت لكم في وظائف للطلبة، في شوية على موقع الجامعة بيتحطوا، وفي شوية كمان بيتحطوا على بوردات بتبقى جوه الجامعة. يعني بورد سبورة كده كبيرة بيبقى محطوط عليها وظائف كتير للطلبة، ممكن انت تكلم الشركات ديت، تكلم الناس الدكاترة اللي جوه الجامعة اللي عاملين الوظائف ديت تشتغل معاهم. برضه تشوف فين المعامل بتاعتك، الفاسيلتيز اللي هي هتخليك تشتغل في الماجستير او تشتغل في البرنامج الدراسي بتاعك. انت بتستخدم سوفت ويرز معينه، بتستخدم تولز معينه، بتستخدم حاجات معينه، لازم تشوف هي فين بالظبط والاكسس ليها ازاي، المفتاح بتاع المكان فين، لازم يبقى معاك مفتاح. ايه اماكن الترفيه تبع الطلاب، يعني الطلبه مثلا بتاخد بريك ما بين المحاضره والتانيه، هيروحوا فين، تقعدوا فين، ايه الاماكن مثلا اللي فيها شويه العاب جيمز الطلبه بيلعبوها، ايه النوادي وايه الرياضات اللي الطلبه بيروحوا يعملوها في الجامعه. في كل جامعه بيبقى ليها نادي برضه اسال عنها. والطلبه بيتجمعوا فين، في ساعات بيعملوا حفلات، ساعات مثلا يتجمعوا ياكلوا مع بعض، ساعات مش عارف ايه، في التجمعات بتاعتهم فين نروح معاهم. ده برضه هيسهل عليك كتير عشان تقرب من الطلبه اللي معاك في نفس البرنامج الدراسي، تسهلوا على بعض الدراسه اكتر، تعرفوا على بعض أكيد أكتر. خامس نقطة وعايزة يعني أركز على النقطة دي جدا لأن هي مهمة قوي، وهي دراسة اللغات. يعني إيه دراسة اللغات؟ أي جامعة فيها معهد لغة، معظم الجامعات الألمانية فيها معاهد لغة. يعني مثلا جامعة لايبنتس Universität هانوفر أو جامعة هانوفر جواها معهد لغة تابع للجامعة نفسها. أنت كطالب من حقك انك انت تحضر الكورسات اللغة في اي لغة، مش شرط الماني، ببلاش. فليه ما تستغلش الموضوع دوت؟ انت واحد جاي على انجليزي عايز تدرس الماني، مش لازم تروح تصرف عليه، ممكن تروح تاخد الكورسات ديت تبقى ببلاش، بس بتبقى اللود بتاعها قليل. يعني ممكن حصة في الاسبوع، حصتين في الاسبوع، ما بتبقاش انتنسيف، ما بتبقاش مركزة مكثفة، بس بتبقى احسن من مفيش وببلاش. فممكن تشوف هيفتح باب التسجيل ليها امتى، في نفس اليوم اللي فتحت فيه باب التسجيل في نفس الساعه سجل نفسك، لان هي بتبقى ويتنج ليست. اول 20 واحد هم اللي هيخشوا كورس، والباقي هيبقى ويتنج ليست من الناس اللي مش هتحضر. فدايما تبقى انت من الناس اللي اول 20 واحد سجلوا للكورس نفسه. ده هتاخد فيه معلومات حلوه وهتتطور في اللغه، سواء الماني او ممكن تاخد حتى ايطالي، اسباني، فرنسي، ياباني، اي حاجه، في كتير يعني. دي حاجه ممكن تعملها كده تفيدك ومجانا من غير فلوس. النقطه بقى اللي جايه ديت اهم نقطه في العشره، لان ناس كتير بتقع فيها مشاكل بتاعتها كتير جدا. النقطه دي عباره عن تسجيل الامتحانات. يا جدعان افهموا النقطه دي كويس، تسجيل المواد انك تحضرها مش هو تسجيل الامتحان. تسجيل المواد اللي بتحضرها دي تسجيل انك تحضر المواد، لكن ان انت تسجل الامتحان ده حاجه ثانيه. في بيبقى اسبوعين في الترم، الاسبوعين دول بيفتح فيهم تسجيل الامتحان وبيقفل. لو انت فاتك الاسبوعين دول وما سجلتش مش هتعرف تخش الامتحان بتاع الترم ده، ودي مشكله جامده. انت مرتب نفسك هتخش 6 مواد، في الاخر ما دخلتش ولا ماده، مشكله جامده جدا. فانت خلي بالك وبتعرف بالظبط الميعاد اللي هيفتح فيه تسجيل الامتحان، واول لما يفتح تروح على طول مسجل الامتحانات اللي انت عايز تسجلها. للأسف مفيش ليها حل. لو انت فاتك تسجيل الامتحان هتروح بقى مع الاكزامينيشن اوفيس تقعد تعافر، ومعلش انا كنت معرفش فين، كنت تعبان، كنت مش عارف ايه، ويرضوا يا ميرضوش. فليه تحط نفسك في موقف بايخ؟ انت بغنى عن الموضوع ده، تعرف مواعيد الامتحان امتى وتسجل لها. خلي بالك ساعات بتبقى في اول الترم مش في اخره، خلي بالك مش عارف امتى. لو انت بقى وصل انك مش عارف امتى تسجيل الامتحان، اسال مسؤول البرنامج، هو ده شغلته ان هو يجاوب على كل الاسئله. ما عندكش حاجه دلوقتي في الموضوع ده. النقطه اللي بعد كده هي التيم وورك. دي هتلاقي فيها مشكله جامده قوي، انك انت مش عارف تعمل تيم وورك مع الناس اللي حواليك. دي بتحصل مشكله كبيره قوي، لان كل كوميونتي جوه الجامعه، كوميونتي مثلا بتاع الصينيين تلاقيهم جمعوا بعض، كوميونتي مثلا بتاع الالمان جمعوا بعض، كوميونتي مثلا بتاع مش عارف هنود مجمعين بعض، مش عارف ايه مجمعين بعض. فانت هتلاقي نفسك مع شويه ناس تانيين من جنسيات تانية. فانت يعني لو علاقاتك حلوه بالطلبه التانيين مش هتلاقي مشكله في الموضوع ده. فلو علاقاتك لسه ما اتبنتش وما تعرفش على الناس اللي حواليك، فساعتها حاول بقدر الامكان انك انت اول لما يفتحوا تسجيل لجروبس، كونوا جروب عشان تعملوا اساينمنت الفلاني، تبقى على طول انت منتبه للنقطه دي، انك انت تبحث عن الناس بسرعه عشان كله بيختار بعضه بسرعه. الموضوع كده اعتقد مفهوم.
فخلي بالك من النقطة دي. النقطة الثامنة معانا هي البرامج أو السوفت ويرز أو التولز اللي بتستخدمها في الماجستير أو في البرنامج الدراسي. أنا بستخدم بايثون، ممكن أروح للجامعة بيعملوا كورسات بايثون ببلاش أخدها، ليه لأ؟ في مثلا بستخدم ماتلاب، اخد كورسات في الجامعه ببلاش ماتلاب. او حتى السوفت وير نفسه غالي انك تشتريه لوحده، لو انت رحت في الجامعه عملت ريكوست انك عايز لايسنس للسوفت وير ده هيدوها لك، ليه ما اعملش كده؟ فكل التولز والسوفت ويرز اللي جوه الجامعه انت من حقك كطالب ان انت تشتغل بيها، يعني يا اما جوه الجامعه يا اما على الكمبيوتر الخاص بتاعك. فالنقطه دي هتساعدك انك انت تشوف بقى حواليك ايه الاماكن اللي تجيب منها السوفت ويرز ديت، وايه الاماكن اللي تاخد فيها كورسات للسوفت ويرز ديت بحيث تساعدك اثناء الماجستير او اثناء الدراسه. وده عام على كل الناس، عام على كل الاقسام. شوف ايه اللي يفيدك في مجالك وروح ادرسه. الجامعه دايما بتوفر كورسات في مجالات كتيره ببلاش، عيشة معاك. في بقى آخر حاجتين 8 و9، دول أشخاص لازم تقرب منهم. 8 و9، 8 دي مسألة البرنامج. لسه أنا كنت طول ما أنا عمال أحكي عمال أقول لك انت لو في حاجه مش فاهمها روح لمسؤوليه البرنامج دي، دايما قرب منها بحيث انك انت دايما عندك اي مشاكل تروح تسالها عليها. في حاجه مثلا مش عارف انك تهندلها تروح تسالها عليها هندلها ازاي. حاول تعتبرها اخصائي اجتماعي، تناقش معاها في مشاكلك، تناقش معاها في قراراتك، تناقش معاها في دنيتك، ايه هكمل، ايه هعمل، ايه دنيتي ايه. حاول حتى تسالها اسئله بره الصندوق، هي مسؤوله عنك، مسؤوله عن البرنامج، فلو في اي مشكله عندك تخص البرنامج الدراسي اكيد ممكن تحلها. فدي دايما قرب منها وحاول انك انت دايما تستفيد من المساعده بتاعتها. اخر نقطه بقى اللي انا قلت الشخص التاني اللي تقرب منه هو دكاتره القسم نفسه، بالذات دكاتره القسم او التخصص اللي انت هتشتغل فيه بعدين. بمعنى ان انت هتشتغل في القسم الفلاني، فقرب قوي من الدكاتره دول لان هم بيبقوا متصلين بسوق العمل. فيا اما انت هتلاقي شغل اثناء الدراسه معاهم، او هتلاقي شغل اثناء الدراسه مع شركات هم باعتينك ليها، او هتلاقي شغل بعد الدراسه اصلا بعد ما خلصت بسبب ان انت اشتغلت معاهم او ان هم عارفينك. مهمين جدا انك تقرب من الدكاتره، مهمين جدا انك تقعد تسالهم. معظم الدكاتره اللي اتعاملت معاهم جوه الجامعه بيبقوا مبسوطين قوي 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 لو في طالب ان هم عايز اسالهم حاجه في الماده. حدد معاهم ميعاد تروح تسالهم كل الاسئله انت عايزها عن الماده، وهم مطالبين ان هم يردوا عليك فيها. فانك تحدد ميعاد مع دكتور مش حاجه صعبه، ممكن تقول له انت فاضي الاسبوع ده، يقول لك فاضي في اليوم الفلاني، عدى عليا بعد المحاضره او مثلا بعد في الساعه كذا، تروح هتقعد معايا تناقش معاه في كل الحاجات اللي انت مش فاهمها في الماده. وفي معلش لما قلت 10 نقط بس انا هزود عليهم حته صغيره قوي، ان انت لما بتيجي وقت الامتحانات اسال هيئة الطلاب أو اتحاد الطلبة بتاع القسم بتاعك عن الامتحانات السابقة، سواء امتحان تحريري أو written يعني أو schriftlich أو امتحان oral English أو شفوي. شوف الامتحانات السابقة هتفيدك قوي في انك تفهم الدكتور ده بيفكر فيه او بيسأل فيه او ايه نظامه او دنيته. ففي دايما هيستوري الامتحانات اللي قبل كده بيبقى الطلبة مسجلاها بشكل ممكن تكون مش official، او في ساعات بتبقى متسجلة في موقع official تبع اتحاد الطلبة. شوف فين اتحاد الطلبة او الناس اللي قبليك في الماجستير بيجيبوا الحاجات دي منين، هتفيدك قوي جدا. فدي باختصار حلقة النهاردة يا جماعة. اتمنى المعلومات اللي انا قلتها رتبت الدنيا كويس ليكم وسهلت عليكم برضه الدراسة اكتر واكتر، انك تفهموا لما تيجوا تعملوا ايه. الحلقة دي حتى ممكن تسيفها بعدين ولما تيجي المانيا وتبدأ دراسة تشوفها تاني وتفيدك برضه انك انت تفهم الدنيا تمشي ازاي معاك. ربنا يوفقكم جميعا باذن الله، وكل تمنياتي لكل واحد بيشوف الفيديو دوت وكل الناس حتى لو بتدرس في ألمانيا بالتوفيق والنجاح يا رب. أتمنى الفيديو يكون عجبكم يا جماعة، أشوفكم بقى على خير. بس ما دام أنت وصلت معايا الحتة دي يبقى أنت عجبك الفيديو متنساش بقى تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب، تفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد يا معلم. أشوفكم بقى على خير في حلقة تانية. سلام يا شباب.